فنية مميزة في مباراة اليوم. كل عام وانت بخير والف مبروك كابتن حلمي. قوية جدا. الو كابتن حلمي، كل عام وانت بخير. مساء الخير يا كابتن حازم، اهلا وسهلا. اهلا بيك والف مبروك طبعا. الله يخليك، بمسي على الكابتن طارق يحيى وعلى الكابتن حازم امام. نعم مبروك يا كابتن حلمي. الله يخليك. شكرا طيبين. اليوم انت قدمت مباراة رائعة من ناحية تكتيكية بشكل كبير جدا، طيلة 90 دقيقة تمكنت الحقيقة من تشكيل الخطورة وسيطرت على المباراة وفرص كثيرة آلت لنادي اتحاد الشرطة. أبرز ما اعتمدت عليه من خلال التكتيك والأسلوب وحد من خطورة ومفاتيح لاعب نادي الزمالك. أكثر شيء أنا ركزت عليه النهاردة هو الجانب النفسي، إن اللاعب يلعب وفي عملية إبعاد تامة للنتيجة، يعني ما يحطش النتيجة في دماغه، وإنه يلعب ويقدم كرة جيدة بغض النظر عن النتيجة، يلعب كرة جماعية بشكل كويس فيها التزام، فيها انضباط، فيها التزام بكل الواجبات سواء الدفاعية أو الهجومية اللي هو مركز فيها تماما طوال الأسبوع الماضي. نعم كابتن حلمي، كابتن حازم امام وكابتن طارق يحيى. كابتن حازم مبروك كابتن حلمي، واداء متوقع يعني من حضرتك. يمكن قبل الماتش كنت بقول ان حضرتك من المدربين اللي بتحفظ اللعيبه تلعب وتجري وتتحرك ازاي النواحي الهجوميه. النهارده فاجئتنا، دايما نشوف الشرطه المواسم الماضيه الشرطه بتدافع كويس، ولكن النهارده انت 90 دقيقه بتهاجم يا كابتن. يمكن انت الشوط الاول عبد الواحد نجم المباراه، الشوط الثاني نفس الكلام، يعني حضرتك طورت من اداء الشرطه. دايما بنقول الشرطه من الفرق اللي بتعرف تدافع كويس، لكن النهارده واضح ان في نواحي هجوميه متعلمين ومتدربين عليها كويس. كابتن حلمي والله يا حازم، يعني انت اتدربت معايا بتاع يجي 6 سنين، وفي الناشئين وفي الفريق الاول 2 3 سنين، فانت عارف اسلوبي انا، يعني اللي انا بطلبه من اللاعب هو اللي انا بعمله له في الملعب وبدربه عليه وبحفظه له يعني تماما يعني. لكن النهارده هي مباراه كبيره جدا طبعا، بلعب قدام فريق كبير جدا وجهاز فني بقياده رجل مصنف عالميا من ضمن احسن 14 مدرب على مستوى العالم. واعتقد النتيجه النهارده يعني لا تؤثر ابدا في مسيرته ولا في تاريخه ولا في تاريخ نادي الزمالك ابدا يعني. لكن طبعا يمكن انا طلبت من الولاد النهارده بشكل اساسي يا حازم ان هو يركز بس في اللعب وملوش علاقه ابدا بالنتيجه. قلت له النتيجه بتاعت ربنا وسيبها عليا، انا مش هحملك اي مسؤوليه، انا عايزك تقدم لي كوره كويسه قوي، تمحو من الذاكره مباراه المصري اللي ما قدمناش فيها اي كوره وكنا في حاله سيئه جدا. العب كوره جماعيه بشكل محترم من لمسه ولمسه ولعبه مع الاحتفاظ بتنفيذ واجباتك سواء على المستوى الهجومي او على الدفاعي وبس. انا ما بطلبكش اكتر من كده. فالحمد لله الولاد كان عند حسن الظن وقدموا مباراه جيده النهارده الحمد لله حازم يعني. كابتن حلمي مبروك يا كابتن حلمي. طارق يحيى معاك. شكرا يا كابتن طارق، الله يخليك. الف مبروك كابتن. عايز اسالك سؤال، انت بتقول ان انت مركز على النواحي النفسيه ودي انا اعرفها عنك كتير كويس قوي، وانت من المدربين المحترمين اللي بيجيدوا قراءه الملعب، وانا بحييك على قراءتك الملعب النهارده الحقيقه والتغييرات اللي في توقيتات مظبوطه. ولكن عايز انقلك لحاجه ثانيه. هل عدم وجود الجمهور ادى نوع من الجرأه للاعبي اتحاد الشرطه اضافه الى الجرأه اللي انت مديها لهم زي ما قال حازم من الناحيه الهجوميه اللي كان ادائهم كان دفاعي الفتره اللي فاتت بيؤدوا بطريقه دفاعيه كبيره على مستوى عالي، ثم انتقلت بيهم الى الناحيه الهجوميه مع الالتزام الدفاعي ايضا؟ هل الجماهير او عدم حضورها عملت نوع من الارتياحيه شويه عند لاعبي الشرطه وعندك انت شخصيا وعدم على الضغوطات يعني؟ عليك يا طارق، ده كلام مظبوط جدا وكلام منطقي جدا، وده اللي انا قلته لهم برضو. يا اولاد انتوا النهارده الزمالك من غير جمهور بيفقد جزء كبير جدا من ادائه بدون جمهور، والعمليه متساويه. بالظبط. عدم وجود جمهور يبقى العمليه متساويه. الجمهور بيفرق جامد جدا بشكل كبير يعني، وده فعلا يا طارق كلام مظبوط وكلام منطقي جدا جدا جدا، وانا نبهت على ديت ونوهت عنها في محاضرتي مع اللعيبه. نعم مبروك يا كابتن حلمي، الف مبروك. شكر جدا يا طارق. نعم مبروك. انت يا كابتن حلمي السؤال الاخير بالنسبه كابتن حلمي، يبدو ان انقطع الخط مع الكابتن حلمي. طبعا كما ذكر النقاط محوريه جميله. غياب الجماهير اثر بشكل كبير على الزمالك، وهو ما ركز على الناحيه النفسيه لتجهيز لاعبيه في هذه المباراه وابعدهم عن كل الضغوطات كما اوضح الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي اتحاد الشرطه. كابتن حازم امام، للمباراه في حد ذاتها الزمالك كيف